السلام عليكم. بزاف ديال العيالات كيعانيو من مشكله ديال موانع الحمل لعده اسباب. كاين اللي ما كتوافقهاش الكينه، كاين اللي كتاثر عليها في صحتها، كاين اللي كيضرها الاولاد. المهم بزاف ديال الاسباب كتخلي العيالات انهم عندهم مشاكل مع منع الحمل. وزاره الصحه السنه الماضيه 2023 اعلنت رسميا على دخول شريحه منع الحمل. وملي كنقولوا رسميا يعني انها ولات التداول ديالها والتركيب ديالها ولا رسمي، ما بقاش فيه مشكل، وانهم كيقروا على انها صالحه للاستعمال وان ما فيها مش مشاكل. وشنو هي هاد شريحه الحمل؟ هاد شريحه الحمل هي من الوسائل الجديده ديال منع الحمل اللي ظهرت في العالم، واللي استعملوها بزاف ديال الناس العيالات، واللي كيقولوا على انه النسبه ديال الضرر ديالها اقل مقارنه مع الوسائل الاخرى، وان النسبه ديال الوقايه من الحمل مرتفعه، اللي كيقولوا حسب الاحصائيات كيقولوا كتوصل حتى ل 99%. باش نكونوا واضحين، ما كاينش شي حاجه سميتها 100%. ما حد هناك عمليه جنسيه الا وهناك احتمال ديال وقوع الحمل. بالنسبه لهاد الشريحه هذه، هي واحد الكبسوله او واحد مثل عود ثقاب، يعني بحال ديال العود ديال الكبريت تقريبا قدو، وكيتزرع في الذراع ديال المراه. كيتم الغرس ديالو تحت الجلد، يعني كيديروا ليها واحد الفتحه صغيره عن طريق عمليه بسيطه جدا، وهي مصايبه من البلاستيك، يعني من البلاستيك المرن، وكيتم الغرس ديالو في اعلى ذراع المراه باستخدام واحد الحقنه. كيجرحوا واحد الجرح صغير وكيديروا واحد الحقنه وكيزرعوه ليها في البيسبس ديالها، يعني في الذراع ديالها الفوق. وهاد الشريحه هذه كتحتوي على هرمون البروجستيرون اللي كيعمل على منع حدوث الحمل خلال زياده كثافه مخاطط عنق الرحم. كيزيد في هذوك المواد المخاطيه في عنق الرحم باش ما يوقعش الحمل. ومن ناحيه اخرى ممكن ملي كتبغي تطمن على هذيك، ممكن كدير مجرد اشعه سينيه وكتطمن على ان هذيك الكبسوله باقا، ولا بغيتي تحيدها في اي وقت ممكن تحيدها. كيفاش كتخدم هذه وكيفاش كتمنع الحمل؟ كيف قلنا ان هذه الشريحه هذه فيها واحد الهرمون اللي هو هرمون بروجستيرون اللي كتبقى تلقاه في الدم. وهذا الهرمون هذا اش كيدير؟ كيمنع اطلاق البويضه كل شهر، وبالتالي فكيمنع حدوث الحمل. وهذا ايضا كيمنع وصول الحيوانات المنويه الى البويضه من اجل التخصيب ديالها والتلقيح ديالها. وفي حاله وصول الحيوانات المنويه الى البويضه كيمنع التخصيب ديالها بسبب سمكه بطانه الرحم، لان بسبب هذيك الافرازات المخاطيه كيولي الرحم كيولي يعني كثيف، ما كتلصقش فيه البويضه، ما عندهاش البلاصه فين تلصق في جدار الرحم. امتى كتزرع هاد الشريحه؟ هاد الشريحه هذه كتزرع خلال فتره الدوره الشهريه، وكيعتبر هو انسب وقت هو اول 5 ايام من الدوره الشهريه. ولكن الا تم الزرع ديالها في اخر يوم من الدوره، غتحتاجين انك تصبر واحد، يعني تدوز واحد مثلا تستعمل الكينه هذه حتى تدوز واحد الوقيته اللي هي مده اسبوع، عاد كتنشط هذيك الشريحه باش كتولي خدامه. ويمكن تركيب هذه الشريحه بعد الولاده بحوالي 21 يوم فقط. بالنسبه اللي كيسولوا على الثمن ديالها، الثمن ديالها حاليا في المغرب كيساوي تقريبا 1350 درهم بالتركاب ديالها، يعني بما يعادل بالدارجه كيف كنقولوا 27000 ريال مغربيه. ولحد الان ما كاينش شي حاجه عندها مضاعفات، ما حد يعني ما تمش اعلان على مضاعفات جانبيه بالنسبه لها، وكتعتبر لحد الان وسيله امنه وما عندهاش تاثيرات على الصحه لحد الساعه، في انتظار السنوات المقبله. هذا هو اللي كاين، والسلام عليكم ورحمه الله.